وانتصار لنا ولهذا المسرح. فعلى هذه الخشبة تحديدا في 2003 هتف طلاب المرحلة الثانوية لا لتوريث الحكم في 2003، وعلى هذه الخشبة وبحضور عضو لجنة التحكيم كان المفروض يكون موجود الاستاذ سعاد، اعتقد كان موجود معاكم كانت الاستاذ سعاد موجه على المسرح، وهتف الاولاد في 2003 لا لتوريث الحكم لا لفساد السلطه في عرض المسرحي. كان مخرجه ساعتها اثناء ما الطلبه بتعرض هنا كان المخرج بتاع العرض ده في المعتقل ساعتها. لكن بنقول المسرح التربيه والتعليم كان ناضج وكان بيقول افكار تكشف فساد الحكم، وكنت اتمنى وجود الاستاذ سعاد بتدلي بشهاداتها في هذا الموضوع، لان احنا كان عرض شديد الرمزيه وشديد المعارضه لنظام مبارك ساعتها. سقط النظام فان لنا ان نقدم عرضنا دون اعتقال ودون خوف ودون شر. عرض ثورة شعب الذي يقدمه طلاب مدرسة الفيروز الإعدادية للبنات بإدارة المعادي ومدرسة المعادي الجديدة للتعليم الإعدادي أيضا، من تأليف أشرف أبو كليب وإخراج الأستاذ محمد صلاح الدين والأستاذة إيرين إبراهيم مسيحة، وهما إخصائيان جديدان من المتعاقدين الجدد في إدارة المعادي. نتمنى أن ينال العرض رضاكم وإعجابكم، والآن مع عرض ثورة شعب لإدارة المعادي التعليم الإعدادي.